شباب، مبسوط جدا لل 200 مشترك. وطبعا ان شاء الله الفتره الجايه هنقدم مستويات احسن بكتير ومجهز لكم دروس اكتر. وبشكركم واتمنى طبعا ان الدعم يزيد اكتر من كده. النهارده احنا هنتكلم عن موضوع تنظيف البيانات، استكمالا لموضوع تنظيف البيانات، بس كنا بننظف البيانات بالبايثون وتحديدا مكتبه بنداز. النهارده احنا هنستخدم الباور كويري في تنظيف البيانات. طبعا الباور كويري هو كينج اللعبه في التنظيف، لانه ليه امكانيات كتير جدا. هنعرف دلوقتي ايه امكانياته وازاي اصلا بننظف البيانات معانا رو داتا فيها اخطاء كتير، ميسنج فاليوز، وحاجات فيها اخطاء محتاجين ان احنا نصلحها ونعدلها بنفس الفكر اللي كنا شغالين فيه في مكتبة بنداز. وطبعا لو ما شفتش فيديو تنظيف البيانات في البنداز لازم تشوفه. ومشاهدة ممتعة، وما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا. طبعا يا شباب، دلوقتي عشان احنا نفتح الباور كويري احنا مضطرين ان احنا نفتح الاكسل، عشان الباور كويري هو جزء من الاكسل. فهنفتح الاكسل وهنروح على داتا، ومن هناخد جيت داتا. وطبعا هناخد سي اس في لان الملف عندي سي اس في وهي دي الداتا. فاحنا مش هنعمل لود، احنا هنعمل ترانسفورم داتا. بالشكل ده هتفتح معانا الكويري، وده واجهه الباور كويري زي واجهه الاكسل. مفيش اختلاف. فاحنا اول حاجه هنمسك الداتا ونبص كده ان في لخبطه كتير كتير قوي. عندك مثلا هنا في الكاستمر نيم، انت شايف اسم ساره هنا متشفت شويتين ثلاثه، فده في فراغ. حلو، هنشوف هنحله ازاي. عندك في الكانتري في السيتي والكانتري مع بعض، فاحنا برضه عايزين نفصلهم. عندك الايج في ان ايه وفي قيم ناقصه، ميسنج فاليو، احنا عايزين نعرفها. وهنا في الجندر عندك بلانك وعندك اف وعندك فيميل وفيميل بشكل تاني وميل. عندك المفروض هما يا ميل يا فيميل. ليه ده كله؟ هنشوف ازاي هنحولهم. عندك في البورشيز اماونت، يعني كميه الشراء طبعا. في نال مكتوبه، دي نال مكتوبه، وفي بلانك وفي ارقام محتارين ان احنا نعدلها. وعندك برضو في التاريخ في ميسنج فاليوز. طيب احنا اول حاجه لو بدانا من الكاستمر نيم، عشان نلغي موضوع ساره ان هو اللي فيه فراغ في الاول كده، هنعمل حاجه اسمها تريم. تريم ده اللي هو بيشيل اي فراغ في الخليه. حلو الكلام. فاحنا عشان نعمل تريم فتروح ترانسفورم داتا، وهتعمل تريم من فورمات، تعمل تريم وانت بسلكت العمود. الشكل التاني بقى في الموضوع اللي هو بتاع الكايرو والايجيبت، اسيوط ايجيبت مش عارف ايه، احنا عايزين نفصل. هنعمل سبليت كولوم، واحنا مختارين برضو الكولوم باي ديليمتر. فطبعا هنا هو اتعرف اوريدي ان الديليمتر عندك هو كوما. حلو. فانت فصلت بالديليمتر بالكوما. ادي جزئيه فصل الدوله عن المدينه او المحافظه. فاحنا هنا مثلا هنسمي دي السيتي. اوكي. موضوع الايج بقى آه، في تريكات كتير. يعني هنا الايج في ان ايه دي مكتوبه ان على ايه. حلو. وفي بلانك، البلانك دي احنا عايزين نعرفها. طبعا ده ايج قيمه رقميه، فانا قلت لك القيمه الرقميه استبدلها بالمتوسط. حلو، بالافريج. والان اي دي عايز اشيلها. فاحنا هنعمل حاجه اسمها ريبليس. طبعا ريبليس فاليو، هنشيل الان، هنشيل الان مش كده كده، وهنسيب مكانها فاضي. انا عايز يفضل مكانها فاضي. حلو. هنا بقى معايا يا اما بلانك يا اما رقم، وده غرضي، ده غرض عامه. احول الداتا تايب اللي هو النمبر، فجاب لي بقى الفراغات كلها نل. ما احاولش اغير في النل، اخد العمود ده كده زي ما هو، وما نرجع بيه على الاكسل هنستبدل بقى ايه النل ده بالافريج. الجزئيه الثانيه معانا وهي الجندر. الجندر يا عم الريس يا فيميل يا ميل. حلو الكلام. طيب دلوقتي انت عندك في بلانك وفي اف وفي فيميل. الاف طبعا هي بتشير للفيميل، بس هو قال لك ان هي اف. احنا عايزين نخلي الحوار ده كله يا ميل يا فيميل. هنعمل ايه؟ بص يا عم الباشا معايا. دلوقتي احنا هنعمل كذا ريبليس، ولو انت عايز تريبليس الاف بالفيميل، حلو، فانت هتلاقي هنا اف كابيتال برضو. فلما هتيجي تشيل الاف دي وتحط فيميل هتظبط هنا في الخليه دي. هتيجي في الخليه دي هتلاقي كتب لك فيميل اي ام اي ال اي. كمل. حلو، فده غلط. ما انت تعمل ايه دلوقتي؟ بص، احنا لازم نخلي الفيميل اف ونخلي الميل ام. كل اللي قابلنا كده فيميل اف والميل ام. حلو. نعمل الحركه دي ازاي؟ بريبليس فاليو طبعا، وهنسلكت الفيميل. يعني احنا كتبنا فيميل وهنقول له يا باشا بص استبدلها لي باف، معلش. حلو الكلام. ادي اول واحده. وبنفس الوضع لان احنا برضو عندنا، يعني بص تاخد نظره سريعه. عندك فيميل الاف كابتن،
اللي احنا غيرناها كانت اف سمول. نغيرها ازاي بقى؟ هنقول الفيميل اللي هي اف كابيتال هنخليها يا عم الباشا اف بس زي ما انا اتفقت معاك. طيب خلصنا من الاف، نشوف الميل. الميل برضو عندي ام اي ال اي، الام كابيتال هخليها ام كابيتال. وعندي برضو الام ميل ام اي ال اي، الام سمول هخليها ام كابيتال برضو، اعرفها ان هي ام كابيتال. كده الحوار كله صفصف معايا على اف وام وان على ايه، دي هشيلها طبعا هسيبها بلانكس، والبلانك هسيبه بلانك. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب يبقى انا فاضل لي الان على ايه، هشيلها واحط ايه؟ ما احطش حاجه، ما احطش حاجه خالص، سيب ريبليس ويز فاضيه. طيب اتفقنا ان احنا بقى معانا ايه يا باشا؟ يا اما بلانك، ودي قيمه طبعا احنا مش عارفين هو الجندر ايه، هنشوف هنستبدل البلانك ده بايه، يا اف يا ام. طيب دلوقتي احنا عايزين نرجع بقى موضوع الاف والام ده، نرجعه ازاي؟ خلاص يا باشا، انت هتقول له لو الحاجه اللي عندك ام اكتبها لي ميل، اي ام تقابلك اكتبها لي ميل، وهتعمل برضو ريبليس لاي اف تقابلك ريبليس ويز في ميل. كده تمام يا شباب؟ ماشي. دلوقتي بقى احنا بقى معانا في ميل وميل، وبقى الشكل ايه شبه كويس. البلانك دي نتصرف فيها ازاي يا عم؟ خلاص يعني البلانك ده هو واحد ما فضلش يجاوب او نسى ان هو يجاوب، خلاص انت بقى شيل ريبليس وقول اي بلانك عندك مثلا not selected. طب كده يا باشمهندسين عمود الجندر بقى 100% فاليد، يعني صالح، والايرور بقى 0%. كده احنا يعني شغل الجندر عمال خلص. في البرشيس اماونت كميه الشراء، طبعا هتيجي تبص تلاقي عندك ارقام، وهتلاقي عندك نل مكتوبه بالايد. تمام، فده حوار. النل اللي مكتوبه بالايد ده يا باشا هتعمل لها ايه؟ وطبعا هنا العمود كله متصنف على انه نص، هتعمل برضو ريبليس. يعني شغلتنا كلها في الريبليس النهارده. طيب بص يا عم الباشا، انت دلوقتي عندك النال مكتوبه بالشكل ده كده ان يو ال ان. حلو، فانا عايزك تستبدلها لي بايه؟ والله ولا حاجه، بس يبقى انا عندي الحوار كله يا اما بلانك يا اما ارقام. ومن بعد كده انا هتصرف بقى، من بعد كده انا هتصرف. هغير الداتا تايب طبعا، هخليها هول نمبر، او لا معلش اخليها ديسيمال نمبر، عشان الديسيمال نمبر عندي لا ريبليس كارنت، استبدلها مكانه. طيب كده الحوار كله صفصف معايا، لان في نون وفي قيم يعني ارقام. والداتا تايب يعني الداتا تايب هنا عباره عن ايه؟ عن ديسيمال نمبر يا شباب. طيب انا كده بقى العمود ده انت هتقول لي هتسيبه ناقص كده هندسه، اقول لك بص انا هسيبه ناقص. هو عمود الايج فيهم نل وفيهم ارقام بس، لان انا عايز استبدلهم في الاكسل، استبدل النل دي بالمتوسط، فانا مش هعرف اعملها هنا، اروح على الاكسل اعملها بعد ما اخلص شغلي كامل على الباور كويري. طب هنشوف في الديت هنا، الديت برضو عندك ايه حوار، ان في نل وفي تاريخ. طيب دي سهله شويه، لان احنا بص هتيجي تبص هنا انت عندك الحوار كله فين؟ شهر 1 2024، شهر 1 2024، وتحديدا من 10 1 لحد 28 1. انت كده بتلعب في رينج كام؟ بتلعب في رينج 18 يوم. تمام، فانت لو جيت خدت النص بتاعهم فانت مش هتبعد قوي. يعني مثلا انا لو قلت له النل دي كلها يا عم الريس، النل اي نل هنا والله هي مثلا يوم 19 واحد، ده من عندي انا بحاول يا شباب اقلل نسبه الاخطاء، او اخلي الاخطاء مش موجوده، القيم الفارغه مش موجوده. حتى لو في قيمه 2 3، طبعا الداتا لما بتيجي الداتا لما بتيجي من مكان طبعا مكان محترم، مش بيبقى فيها اللخبطه الكتير دي، ممكن يكون فيها خليه 2 3 بالكتير، وطبعا داتا كتير. انا هنا بس جايب لك اخطاء كتير عشان اعرضك لان انت تشوف بحل دي ازاي وبحل دي ازاي وبحل دي ازاي. فان انا لو غيرت وخليت الفراغات دي بيوم 19، ما هي ممكن في الحقيقه مش تبقى يوم 19، بس انت بتحاول قدر الامكان ان انت توصل للرقم الصح. ما هي مش انت كل التواريخ عندك من يوم 10 1 2024 لحد يوم 28 1 2024، وانت تروح تعملها لي 19 3 2025؟ لا مش تعمل كده. حلو، ففي حاجات منطقيه كده ان احنا والله هنختار حاجه بينهم. تمام يا باشا، فاحنا هنعمل ريبليس فاليو برضو، واقول له يا عم الباشا
اي نال عندك في العمود ده شيلها لي وحط لي مكانها 19 1 2024. تمام كده يا شباب، بالشكل ده كده احنا نكون خلصنا 99.9 من 10% من الداتا او من تنظيف البيانات طبعا بالكويري. بعد ما تعمل كلوز اند لود هو هيفتحها لك فين؟ في شيت اكسل. حلو يا شباب، بالشكل ده كده الدنيا معانا واضحه في حاجتين، ان احنا يا عم الريس عايزين نستبدل الفراغات اللي في الايج ونحطها بالافريج، وبرده هكذا في الاماونت. طيب لو انا عايز الافريج بتاع البرشيز اماونت، كميه الشراء، هكتب معادله الافريج في الاكسل. حلو. طيب وانا عايز الافريج بتاع المكان ده، العمود ده كله، هو لقيته 259.6 من 10. حلو الكلام. طيب فانا همسك هنا، راح جاي على الهوم واعمل فايند اند سيلكت عشان اعمل ريبليس. دي زي الريبليس اللي في الكويري يا شباب. هنا برضه اعمل ريبليس، قول له اي فراغ هتستبدله لي ب 259.6 من 10. مش احنا قلنا كده؟ حلو الكلام. ريبليس اهو. اوكي يا شباب، يبقى ريبليس اهو. الكلام ده طبعا مش منطقي بالمره يا شباب، لان هنا انا عندي كميه فراغات كانت كتير قوي. تمام، الكلام ده غير منطقي بالمره، انا بس بفهمك لو في غلطه اتنين او عمود فاضي او خليه ولا اتنين تلاته في الداتا عندك فاضيه، تتصرف فيها ازاي. تمام. دي هنعمل برضو نفس الكلام في الايج. هنا ان انت عندك الافريج بتاع الايج 39 سنه. حلو الكلام، يعني الناس بتلعب في الرينج ده. هتمسك العمود ده من قائمه هوم، فايند اند سيلكت، تعمل ريبليس. تعمل ريبليس لايه؟ لاي فراغات عندك بكام؟ قلنا كام؟ 39 او 39. خليها 39 بس، لان مفيش 39 و2 من 100 دي. حلو الكلام يا شباب. طيب، يبقى هنا اوكي. هنا برضو استبدل كل الدنيا دي عندك بالشكل ده كده. طبعا تعالى شيل ده. حلو الكلام، احذف. وانت يا باشا شكر الله سعيك كده. خلاص احنا كده استفدنا منكم، وبالشكل ده كده تقدر تبص على الداتا، حوار في الديت. وده يا شباب كان كراش كورس بسيط كده على الكويري. طبعا الكويري بيعمل حاجات تانية كتير قوي، بنتكلم اكتبوا لي في التعليقات لو عايزين نتكلم على الكويري بس في حلقة كاملة نشوف فيه كل حاجة. طبعا هنجيب داتا وهنشتغل. طبعا ما تنساش الاشتراك يا صديقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.